مرت الأيام وحاولت أرجع لحياتي الرتيبة، بس كل ما أشوف الثلاجة أتذكر رافي وكلامه. بعد أسبوع التلفزيون خلب، الشاشة صارت سودة فجأة. دقيت على المحل وقلت ممكن ترسلون رافي؟ ما أدري ليه طلبت اسمه بالذات، يمكن عشان حسيت براحة وأنا أكلمه المرة اللي فاتت. جاء بعد ساعتين وصلح التلفزيون، وهالمرة السوالف بيننا طالت. حكالي عن أشياء صغيرة في يومه، وأنا حكيت له عن الملل اللي أعيشه. بديت أحس إنه يسمعني بجد، مو بس يهز راسه ويخلص. مع الوقت صار يجي البيت كل ما يخرب، وأحياناً أدق عليه من غير سبب أقول الغسالة فيها صوت غريب أو المكيف مو شغال زين. كنت أعزمه على قهوة ونقعد نسولف. في مرة قال لي مدام سارة أنتي قلبك طيب، زوجك محظوظ فيكي. حسيت خدودي تحمر وقلت شكراً، بس هو ما يحس فيني أبد. كلامه دخل قلبي وأنا أحس بشي غريب يتحرك جواتي، شي ما كنت متوقعته. الجيران زي أم سلطان اللي تسكن جنبي بدوا ينتبهوا إنه رافي يجي كتير، بس ما قالوا شي لسه. كنت أقول لنفسي إنها مجرد سوالف وصداقة عادية، بس في قرارة نفسي كنت أحس إنه في شي أكبر يصير. كل ما يجي رافي أحس إنه الوحدة تقل شوي، وكل ما يمشي أرجع أفكر فيه. ما كنت أدري إنه هالسوالف بتاخدني لمكان خطير، وأنا غافلة عن كل اللي جاي من بعد. مع التعرف على رافي مصلح الأجهزة، صار وجوده في حياتي شيء أعتمد عليه. كل ما شيء يخرب في البيت أدق عليه على طول. أحياناً أحس إني أبالغ، أقول المكيف مو شغال زين، أو اللي الثلاجة تصدر صوت غريب، مع إني أدري إنها شغالة تمام. بس كنت أبغاه يجي، أبغاه أحس إنه في أحد موجود معي. كنت أعزمه على قهوة، أحط الفناجيل على الطاولة ونقعد نسولف. أول ما بدينا كانت السوالف خفيفة، بس مع الوقت صارت طول وأنا أحس براحة غريبة وأنا أسمع صوته. رافي كان يحكي لي عن حياته، عن بلده بنغلاديش، عن أهله اللي ينتظروا منه فلوس كل شهر، وعن حلمه إنه يفتح محل صغير هنا في السعودية. كنت أسمع له وأنا مركزة مع كل كلمة، وأحياناً أفضفض له عن حياتي مع ناصر. أقول له كيف ناصر دايماً مشغول، ما يعطيني وقته، كيف أحس إني لوحدي في البيت حتى وأنا وسط عيالي. رافي كان يطالعني بعيونه الهادية ويقول مدام سارة أنت قوية، تتحملين كل هذا بنفسك. أبتسم لسمة لا وأقول في نفسي لو تدري بس كم أنا تعبانة ومكسورة من جوا. مع الأيام بديت أحس إنه رافي مو مجرد واحد يصلح الأجهزة، صار زي صديق قريب، يفهمني يسمعني ويعطيني وقت ناصر ما قدر يعطيني إياه. في يوم وأنا أقلب في الجوال لقيت نفسي أفكر فيه من غير ما أحس. أتذكر كلامه، ضحكته وابتسامته اللي تحسسكي بالدفى. حسيت إنه في شي مو طبيعي. قلت لنفسي ش هالمشاعر اللي تجيني، هذا غلط. بس ما قدرت أوقف نفسي. كنت أكذب على روحي وأقول عادي، مجرد سوالف ما فيها شي. لكن في داخلي كنت أدري إنه الموضوع بدأ. وصلت لنهاية الطريق. ناصر عرف كل شيء، شاف رسالة من رافي على جوالي، صرخ فيني مع المصلح. حاولت أشرح، أقول إنه وحدتي هي اللي دفعتني، بس ما سمعني. طردني من البيت وأنا أبكي وأترجاه يسامحني. أنا سارة، زوجة ناصر، وهاي قصتي مع البنغالي المهاجر في السعودية. أنا ساكنة في حي هادئ بجدة، من النوع اللي الشوارع فيه نظيفة والبيوت كبيرة، بس ما في روح كثير. ناصر زوجي مهندس ناجح ومحترم، الكل يمدحه، لكن شغله ياخذ كل وقته. دايم مسافر، يا في الرياض يا في الشرقية، وإذا رجع يكون تعبان أو منشغل بمكالماته واجتماعاته. أنا أبقى لوحدي في البيت أيام وأسابيع، أحياناً أحس إني عايشة مع شبح مو مع زوج. في البداية كنت أقول عادي، هذا حال رجال، لازم يتعبون عشان يجيبون الفلوس، وأنا دوري أرتب البيت وانتظر بس. مع الوقت الوحدة صارت تثقل علي كأنها حجر على صدري. البيت كبير، غرف فاضية، صالة واسعة وأنا توه فيها لحالي. أتفرج على التلفزيون أو أقلب في الجوال، بس الفراغ ما يترك لي مجال أتنفس. كنت أحاول أشغل نفسي، أطبخ، أنظف، أقرأ كتاب،
لكن كل شيء منتهي بسرعة وأرجع لنفس الدائرة. أحياناً أقعد أطالع الشارع من الشباك، أشوف الجيران يطلعون ويرجعون وأنا قلبي يتقطع من الملل. كنت أدق على ناصر أسأله متى بيرجع؟ يقول لي أسبوع، يمكن أكثر. تحملي يا سارة. وأقفل السماعة وأحس إني غريبة في بيتي نفسه. في يوم من الأيام وأنا قاعدة أفطر لقيت الثلاجة ساكتة، ما فيها صوت ولا برودة. فتحتها، كل شيء بدأ يذوب، اللبن، الخضار، كل شيء. ناصر مسافر وأنا ما أعرف أتصرف. قلبي صار يدق، ما أدري شو أسوي، بس تذكرت إنه في محل تصليح أجهزة قريب من الحي. دقيت عليهم وأنا أحاول أشرح المشكلة بصوت هادئ. قالوا لي خلاص بنرسل واحد يشوفها. قلت في نفسي الحمد لله، على الأقل بيحلون المشكلة. بعد ساعة دق جرس الباب، فتحته وكان رافي وافد بنغالي مهاجر يشتغل عندهم. كان هادئ، لابس بزة زرقاء مضيفة وحامل شنطة أدوات صغيرة. سلمت عليه من بعيد وقلت له اتفضل، الثلاجة هناك. دخل وهو يبتسم ابتسامة خفيفة، وأنا أشرت له على المطبخ. بدأ يشتغل بسرعة، يفك ويركب، وأنا رحت قعدت في الصالة أنتظره. كنت أسمع صوت أدواته وأنا أفكر في ناصر، لو كان موجود كان ممكن يتصرف بنفسه. بعد نص ساعة تقريبا طلع من المطبخ وقال لي مدام، الثلاجة تمام الحين، بس لو صار شيء ثاني دقي علينا. شكرته من قلبي، ومن باب الذوق قلت له ما تبغى فنجان قهوة قبل ما تمشي؟ تردد شوي، حسيت إنه محرج، لكن قال طيب شكرا. جابوا له كرسي وقاعد في طرف الصالة. جبت القهوة وأنا أحط الفنجان قدامه. بدينا نسولف، حكالي عن حياتها في بنغلاديش، كيف ترك أمه وأبوه وإخوانه عشان يشتغل هنا ويرسل لهم فلوس. قال إنه يحلم يفتح محل صغير في سعودية، وكل يوم يتعلم شيء جديد في شغله. حسيت بقلبي يتحرك، مو بس تعاطف، لكن شيء أعمق، لأني أنا كمان كنت أحلم بأشياء كثيرة قبل الزواج. أسافر، أشتغل، أعيش حياة فيها مغامرة. بس الحين كل شيء وقف. سألني عن حياتي، حكيت له بصراحة. قلت ناصر دايم مشغول، يتركني لوحدي أيام طويلة، وأنا أحس إني ضايعة هنا. طالعني بعيون هادية وقال مدام، أنت قوية، بتتحملين كل هذا لوحدك. ابتسمت وقلت في نفسي يا ريته يدري، أنا تعبانة من جوا. لما أخلص القهوة قام ومشى. قفلت الباب وأنا أفكر في كلامه. صوته كان فيه شيء غريب، كأنه يفهم شو أحس فيه، شيء ما لقيته في ناصر من زمان. يكبر، مرة كان جالس في الصالة يشرب قهوته، وفجأة قال لي مدام سارة، انتي قلبك طيب، جوجك محظوظ فيكي. حسيت خدودي تحترق من الخجل، ورديت عليه شكراً، بس هو ما يحس فيني أبد. طلعني بنظرة غريبة وقال أنا أحس فيكي وأشوفك. الكلام نزل علي زي المطر البارد. حسيت قلبي كتن يدق بقوة وما قدرت أرد عليه. سكت وهو كمل يشرب قهوته وكأن ما قال شي خطير. من بعدها صرت أترقب زياراته بفارغ الصبر. كل ما يجي حس إنه هالوحدة اللي تعبتني تروح شوي، وكل ما يمشي ارجع فكر فيه طول الليل. الجيران زي أم سلطان اللي جنبي بدأ ينتبهون إنه رافي يجي البيت كتير. كنت حس بنظرتها من بعيد، بس ما قالت شي. لحين أقول لنفسي هذه صداقة عادية ما فيها شي غلط. لكن في قرارة نفسي كنت أدري إنه في شيئاً يتغير جواتي، شيئاً ما أعرفش اسمه. في يوم وأنا رتب المطبخ لقيته واقف عند الباب. قال لي مدام، لو تبين في كافيه هادي قريب، نقدر نروح نسولف هناك. حسيت الدنيا تدور حولي. كافيه أنا ورافي برا البيت؟ قلت له بسرعة اش تقصد؟ ما يصير كذا. رد علي بهدوء وثقة. ليه ما يصير؟ انتي مو إنسانة؟ مو من حقك تعيشي حياتك؟ شوي كنت بشد عليه أرفض على طول، بس الشي جواتي خلاني أسكت. حسيت إني مشتاقة لشي، شي ما أعرفه.
هو بالضبط. قلت له طيب، بس قهوة ونرجع. وافقت وأنا أحس إني أخاطر بشي كبير. ركبت معه في سيارته ورحنا للكافيه. جلسنا في زاوية بعيدة عن عيون الناس. بدأ يحكي لي عن حياته، عن أحلامه اللي تركها وراه عشان يجي يشتغل هنا. كلامه كان فيه روح، شي أنا افتقدته من زمان. حسيت إني اسمع حد يهتم فيني، مو بس يسمعني عشان يرد بكلمتين ويخلص. قال لي أنتِ غير عن كل الناس اللي شفته هنا، فيكي طيبة وروح ما شفتها بأحد. حسيت وجهي يحمر وقلت بس أنا متزوجة، عندي عيال. رد علي بصوت هادي وقال وهذا يمنعك تحسي بشي؟ الكلام طعني في صميمي وما عرفت شو أقول. لما رجعنا البيت كنت ساكتة طول الطريق. وقف في السيارة وفجأة قرب مني قال أنتِ تستاهلين أحد يهتم فيكي، مو بس يشوفك زي قطعة أثاث في البيت. حسيت الدم يطلع لراسي، قلبي دق بسرعة وما قدرت أنطق. نزلت من السيارة ودخلت البيت على طول. ناصر كان نايم زي العادة، وأنا قعدت على السرير أفكر شو صار فيني. أنا وين وصلت؟ كنت حس إني واقفة على حافة شي خطير، شي ما أعرف نهايته. رافي صار يعني لي أكتر من مجرد مصلح أجهزة، وأنا بديت أخاف من اللي ممكن يصير بعد كده. في الليل وأنا مغمضة عيوني كنت أتخيل كلامه، نظراته، وحتى لمسه لو صارت صدفة. كنت أقول لنفسي هذا غلط، أنا أم وزوجة. بس في نفس الوقت كنت حس إني عايشة لأول مرة من سنين. الوحدة اللي كانت تقتلني بدت تختفي معه، وأنا صرت أتساءل شو بيصير لو كملت معه، شو ممكن أخسر. ناصر ما يدري عنه، والعيال صغار ما يحسوا باللي يصير، بس أنا اللي أحس بكل شي وخايفة من اللي جاي. اليوم اللي بعده دق علي رافي وقال مدام المكيف تبغيني شوفه؟ حسيته بفرحة غريبة إنه قلت إيه تعال، وأنا أدري إنه المكيف شغال زين. كنت أبغاه يجي، أبغى أشوفه، وأخاف من هالشعور في نفس الوقت. شو صاير فيني؟ وين رايحة بهالطريق؟ ما أدري، بس اللي أعرفه إني بديت أعيش شي جديد، وما أقدر أرجع للوحدة اللي كنت فيها قبل، اللي كنت عايشة في دوامة ما أعرف كيف أطلع منها. مشاعري متلخطة بين الذنب اللي يخنقني والشوق اللي يسحبني. رافي اللي بدأ كمصلح أجهزة عادي صار شي كبير في حياتي. ما أعرف كيف وصلت لهالمرحلة، بس كنت حس إنه جزء من يومي، ما أقدر أتخيل حياتي بدونه. كل ما أحس بالوحدة بفكر فيه، كل ما أشوف ناصر زوجي بعيد عني حتى وهو جنبي اشتاق لاهتمام رافي وكلامه الحلو. كنت أدور أي عذر عشان أشوفه، أدق عليه وقول المكيف مشغل زين، أو الثلاجة فيها صوت غريب. كنت أعرف إني أكذب، بس ما قدرت أوقف نفسي. كنت بغاه يجي، أبغى أسمع صوته وهو يقول مدام سارة بنبرته الهادية، أبغى أحس إن في أحد يهتم فيني. في يوم دق جرس الباب وكان هو. فتحت الباب وقلت تفضل، المكيف خربان مرة.